قطع من الشبكه، قطع من الشبكه، هوبا. لكن غياب خالد بيبو عمل تعديل كبير في صفوف النادي الاهلي. وانتو حلو قوي في الشمال، وماشي غالي، وماشي حسام غالي، وعايز يعدي لجوه، وعلى يمينه هوبا. الله 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 الله. اول تسديده جميله جدا، او تاني تسديده رضا شحاته، لكن هي الاحلى وغيرت اتجاهها في السكه وكانت واخده طريقها للمرمى. قطم لجوه حلوه قوي حسام غالي وحطها رضا، ضربت وغيرت اتجاهها. لو ما غيرتش اتجاهها كان ممكن جدا يبقى هدف مؤكد للنادي الاهلي. ضربه ركنيه من ناحيه الشمال للنادي الاهلي، تبقى ضربه ركنيه على طول. قام محسن صالح، توجيهات زي ما قلت لحضراتكم، وكل تيم النادي الاسماعيلي كان لورا. هادي خشبه هيرد ويعلي، ومفيش تسلل خالص. ترتد في وسط الملعب حسام غالي، ماشي حسام وحلوه وهوبا. يا ولد يا ولد، نشن حسام غالي على راس احمد بلال واتزقت كده، لكن الزقه ما راحتش في زاويه لا يمين ولا شمال، راحت في وسط الجون. خلي بالك اهو، وعملها جميله جدا. وطلع احمد بلال يا ولد يا لعيب. لو راحت في حته بعيده شويه كان ممكن يبقى فيها كلام تاني، لكن راحت في الحته اللي واقف فيها محمد صبحي. رياضيه كرويه عاليه المستوى، طويله وعاليه. حسام غالي، بلال، يا سلام يا بلال، لرضا شحاته، عايز يعدي رضا، عايز يعدي هوبا. حلوه حلوه حلوه، واحلى من محمد صبحي. ابو جريشه، حلوه قوي. بركات، عرضيه، حط رجله في توقيت مناسب جدا. شادي عهد الضربات الثابته من كلا الجانبين، يرجعها المره دي لورا وعايز يشوط، وسيد هوبا، لكن غرف سيد من تحت. الحاجات دي طبعا بتقلل من معنويات الفرقه اللي قدامه، لازم طبعا يضغطوا اكتر شويه. محمد عبد الله، وطويله من احمد فتحي، وهو جول وهو جول وهو جول وهو جول هوبا، وهو جول. والهدف الاول للنادي الاسماعيلي. الله الله عليك يا بركات، لاعب كبير كبير كبير. حلوه 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 يا بركات. اتعملت له ثرو جميل جدا جدا جدا. قطع من ورا ديفنس النادي الاهلي واستلم وصبر صبر كبير قوي 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 قوي، وحطها ببطن رجله في البعيده. حلوه 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 يا بركات يا لعيب يا كبير قوي قوي قوي. هنشوفها مره ثانيه، وهنشوف القطعه من ورا خط ظهر النادي الاهلي، وهنشوف بركات اخد كورته ودخل بيها لجوه، وهنشوف قد ايه زقها بقوه واقتدار. حط ايده في عصام الحضري، لكن اخذت ايد عصام الحضري ودخلت في سقف الشبكه. ادي بدات من عند احمد فتحي، وتمريره بديعه ورائعه يضرب بيها خط ظهر النادي الاهلي كله. احمد فتحي يستلم ويخش لجوه بركات ويبص ويزقها حلوه حلوه، لكن الحضري حط ايده فيها ودخلت. وهدف جميل جدا 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 في الدقيقه 31 من زمن الشوط الاول. 1 الاسماعيلي لا شيء النادي الاهلي. ادي الكره مره ثانيه، وادي فتحي جيله حلوه حلوه حلوه، وجري بركات من ورا ظهر النادي الاهلي وبص حلوه قوي قوي، والحضري حط ايده. ارضيه لبلال، عايز يلف بلال، هوبا، في ايد على طول محمد صبحي. رضا شحاته، طويله وعاليه وحلوه، وبلال لكن على طول يا ولد يا لعيب. وعماره، وعرضيه عاليه حلوه، هوبا، لكن تطلع بره وتبقى ضربه ركنيه للنادي الاهلي. ورا المرمى عامل هيصه كبيره جدا جدا جدا. سيد عبد الحفيظ على طول لعادل مصطفى، لمسه يد، ضربه حره مباشره بسرعه على حسام غالي. حسام غالي ارضيه وياخدها مره ثانيه. حسام في اتجاه احمد بلال، بيلم احمد هوبا، وجوه جول. الله الله عليك يا بلال، الله الله، بوس الخاتم براحتك يا ابني. حلوه 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 حلوه. بلال يفك الاشتباك مره ثانيه بلال، وفي توقيت رائع جدا 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 في الدقيقه 39 من زمن الشوط الاول. تحمر المدرجات مره ثانيه، ويخبو الضوء الاصفر قليلا حتى اشعار اخر، وتتعدل النتيجه الى 1-1 بقدم الفتى الذهبي احمد بلال في الدقيقه 39 من زمن الشوط الاول. توقيت رائع جدا 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 بالنسبه للنتيجه اللي كانت عليها المباراه. استلم بلال ولف بلال ودخل بلال وبص بلال وشاط بلال وهدم الشبكه يا صبحي. حلوه 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 حلوه، دخل حلوه قوي قوي وبشماله جميله جميله. احمد بلال قدماه تعرف الطريق الى المرمى، اليمين والشمال،
اخدها على شماله وحطها حلوه حلوه، وعلى يمينه هيحطها الناحيه الثانيه، والاهلي فريق قوي وكلاهما لديه مفاتيح قويه وخطيره، وهيشوط وهوبا منتهى الخطوره. كان بركات هيعمل الهدف الثاني، واربعه اصفر جوه وبركات وعرضيه عاليه وحلوه هوبا، والهدف الثاني والهدف الثاني. ايه الراس دي، ايه الجمال ده، حلوه 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 لبكره الصبح. لمسه جميله 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 جميله، يحطها زي الصاروخ، يحطها زي الصاروخ يا ولد يا عمرو يا فهيم، يا لعيب يا كبير قوي قوي قوي. عمرو فهيم يرجع يصحح النتيجه مره ثانيه الى 2-1، وتعلو مرة تانية الألوان الصفراء في الملعب، وتهدأ وتخبو الألوان الحمراء. في دقيقة واحدة عمرو فهيم حط صاروخ جو جو. حلوة 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 يا عمرو. في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول، لا تصد ولا ترد، دون مشاركة من أحد من مدافعي النادي الأهلي. عملها زي الصاروخ بركات، ولمسها أحلى وأحلى. إيه الجمال ده يا ابني، حلوة 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 حلوة. عادل مصطفى صغيرة لحسام غالي، بيدور حسام، حلوة لفاروق على يمينه لسيد، سيد بيشوط بالعرض، قصده يشوط في الجون طبعا، لمحمد عمارة لا يرفع، وعالية وملفوفة وحلوة وهوبا، والهدف الثاني. ايه ده، ايه ده يا فاروق، الله الله عليك يا فاروق، الله الله عليك يا محمد يا فاروق. حلوة 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 حلوة. في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع يصحح الأوضاع مرة تانية محمد فاروق، ويحط هدف في توقيت رائع. يعني إسماعيلي يحط الأهلي يتعادل، الإسماعيلي يحط الأهلي يتعادل. اللي جاية يا ترى مين اللي هيحط والتاني هيقدر يتعادل ولا لا، ده اللي هنشوفه مع بعض. لكن اتعملت حلوة قوي قوي قوي. سيد أبو حفيظ قصده يشوط قلش، من حظ الأهلي إنه قلش، راحت لعمارة بص وحطها حلوة، وفاروق زي الصقر حطها في البعيدة. صعبة 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 صعبة. و2-2 بين الأهلي والإسماعيلي في الأسبوع 23. حلوة قوي قوي يا فاروق. زي عمرو فهيم ما حط صاروخ براسه، محمد فاروق راخر حط صاروخ براسه، لا يصد ولا يرد ولا ترد له كلمة داخل الشبكة. وهيرفع وعالية الناحية التانية خالص، وجميلة لبسيوني ويعلق خطيرة وهوبا منتهى الخطورة. تعال شباب العرض، عطية صابر اللي داخل لجوه وطالع له وهوبا، لكن بره. داخل عمارة وعرضية وهوبا، الله 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 الله، حلوة 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 حلوة. يلمسها لمسة جميلة جدا جدا. اعتقد شادي اللي لمسها، هنشوفها مرة تانية. ادي عمارة ولا حسام غالي؟ حسام غالي لمسها، تضرب في احد مدافعي النادي الاسماعيلي وتطلع على طول، يرقص واحد والتاني بالعرض وماشي، يحطها حلوة قوي قوي في اليمين وخطيرة، وبيلم عطية صابر بيدور وبيلم على يمينه وهوبا، شاور له بيقول له اضربها عندي عشان هو يطلع لبره، وداخل وهوبا، لكن عالية فوق. مش ضامن هيحصل ايه مع الاسماعيلي، ولا عكس صحيح. من ناحية شمال بلال واخد اسلام ودخل وعرضية، عطية صابر يسيبها البركات، بركات خطيرة لصابر، خطيرة لصابر، وضربة جزاء، وضربة جزاء للنادي الإسماعيلي، وضربة جزاء للنادي الإسماعيلي في الدقيقة 18 من زمن الشوط الثاني. يا نهار أبيض. لكن شوف ذكاء بركات، حطها حلوة قوي قوي لصابر ومعاه عمارة، ووقع على الأرض صابر. نشوفها مرة تانية من الناحية دي، نشوفها كده بوضوح كلنا مع بعضينا كده، نشوفها كلنا مع بعضينا. والحكم اداها ضربة جزاء. توريز واسلام الشاطر وهوبا جوه جول. الله 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 عليك يا اسلام. حلوة 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 حلوة. حطها حلوة قوي 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 اسلام الشاطر على يمين الحضري، لا تصد ولا ترد. والهدف الثالث للنادي الاسماعيلي في الدقيقة 19 من زمن الشوط الثاني. اسلام الشاطر عملها حلوة قوي قوي اسلام، حلوة جدا. وفاروق يحطها وهوبا ولسه هوبا. يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا وائل يا جمعة. والراجل واقع على الارض وسلم كل النمر اللي عنده محمد صبحي،
لكن بدل ما يحطها في الجون حطها ضعيفه جدا. ادي فاروق يلم فاروق ويصلح حلو قوي لوليد، يحطها ببطن رجله تضرب في الارض. وفي صبحي لازم يا وائل دي تبقى جوه الشبكه، لكن صبحي يتالق ويحط ايده فيها وتبقى ضربه ركنيه للنادي الاهلي من ناحيه اليمين، وهدف مؤكد ضائع للنادي الاهلي. وهجمات المرتده النادي الاسماعيلي هتبقى في منتهى الخطوره. جilberto، عماره بكعبه جميله لعلاء ابراهيم. علاء عايز يخش لجوه ودخل علاء وبالعرض وهوبا، والهدف الثالث والفتى الذهبي والدبله الذهبيه واحمد بلال. يا ولد يا لعيب، يا بلال. ماتش فيه العجب، 6 اهداف وماتش فيه العجب. واحمد بلال الفتى الذهبي الاحمر للقبيله الحمراء يحط هدف عزيز جدا 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 في الدقيقه 30 من زمن الشوط الثاني. الله يكون في عونك يا محسن يا صالح، كل ما تقرب منه تبعد تاني. وعلاء ابراهيم دخل حلو قوي، وقف المره دي علاء وبصه مع النحاس، يحطها بالعرض، يستلم بلال ويلف بلال وجون يا بلال. حلوه. لكن علاء ابراهيم عمل شغل حلو قوي ودخل حلو قوي وبص وحط بالعرض جميل ولف بلال في البعيده صعبه. والهدف الثالث لاحمد بلال في الدقيقه 30 من زمن الشوط الثاني بتمريره بديعه لعلاء ابراهيم يحطها بقدم تعرف الطريق الى المرمى دون ان ترى المرمى، قدم احمد بلال. علاء ابراهيم اللي عمل الكره البديعه، ماشي بالعرض علاء وهوبا. ايه يا علاء ده؟ وليد وعدى وهوبا. يا نهار ابيض عليك يا قائم. لعلاء، لحسام، وانتو وضربة جزاء. يا نهار ابيض عليكي ليله. وانذار لعمرو فهيم. ايه الماتش ده؟ قلت لحضراتكم راحت للاسماعيلي وجات للاهلي، الجايه رايحه فين؟ جات للاهلي. يا ترى فعلا هيجيب الهدف ولا ايه؟ والصفاره وداخل علاء وهوبا وهو جول. الله. حلوه يا علاء يا ابراهيم. ارتدى ثوب الاجاده من اول ما نزل، وكانه بيقول للدنيا كلها. عمل كره في العارضه، وعمل باص لاحمد بلال جه منها هدف، وعمل ضربه جزاء مبدعه في توقيت قاتل في الدقيقه 42 من زمن الشوط الثاني باعصاب حديديه. 4 الاهلي 3 الاسماعيلي. الهدف الرابع للمبدع علاء ابراهيم. حلوه يا علاء. دي كرة عرضية جميلة، لكن يقطع محمد عمارة على طول، وهادي خشبة وخطير على يمينه وهو جول. هوبا. يا نهار ابيض. توقف القلب دي يا بركات. من اليمين للشمال وهجمة خطيرة وعايز يعدي وداخل جوه وعلى شماله وداخل جوه وهوبا ولسه وبيلم وهوبا. يا نهار ابيض. وايه وضربة جزاء. وايه عمل ايه هنشوف. ادى ضربة جزاء وكارت احمر. بقول لحضراتكم ماتش مش ممكن. ايه الاسماعيلي وعظمته دي، وايه الاهلي ده. يا نهار ابيض. في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضعف، بص الترقيصة والصبر بتاع اسلام الشاطر، ودخل لجوه واخد وائل وعملها بالعرض. يسند براحته قوي ابو جريشه ويحط على طول، يطير في الهوا شادي ويطلعها بايده وتبقى ضربة جزاء وكارت احمر لشادي محمد. مباراة بديعة، مفيش احلى من كده. طلعها شادي بايده فعلا، وضربة جزاء للنادي الاسماعيلي. وضربة جزاء النادي الاسماعيلي وداخل عطيه وقف هوبا وهو جول. الله عليك يا ولد يا لعيب. حلوه. عطيه صابر باعصاب من حديد يحط الهدف الرابع وهدف التعادل العزيز والقدس في القلب على تيشيرت عطيه صابر. يا ولد يا لعيب. في توقيت قاتل وعطيه صابر، والهدف الرابع للنادي الاسماعيلي. حلوه. اتعملت جميله وثبت عصام ودخل عطيه وعلى شماله. الله عليك يا عطيه.
شبكة أهلا وسهلا بيكم معانا في فيديو جديد. شفتوا ملخص لمباراة الأهلي والإسماعيلي، كانت من أيام القرن اللي فات. طبعا الأهلي والإسماعيلي في الوقت ده كانوا أندية كبيرة، وما زال الأهلي كبير وما زال الإسماعيلي، بس الإسماعيلي في الوقت ده كان من الأندية اللي بتنافس على المسابقات، سواء بطولة كأس مصر وبطولة الدوري، وكمان كان بينافس على المسابقات في المسابقات القارية. كان بيلعب في صفوف الاسماعيلي في الوقت ده احمد بلال، وما ادراك ما احمد بلال، كان بيهز الملاعب وكان ليه جماهيريه كبيره في الوقت ده. الاسماعيلي طبعا معروف جماهيريته والدراويش في الاسماعيليه في كل محافظات مصر، والاهلي برضه محدش ما يعرفش ايه الاهلي وشعبيته وجماهيره ومتابعينه في كل مكان، مش بس في مصر، ده بره مصر كمان. احنا نفسنا ترجع الايام الحلوه دي تاني، ويكون الاسماعيلي قوي، ويكون عندنا المصري ودجله، كل وادي دجله، كل الانديه المصريه لما تكون قويه هتشوف منافسه قويه في الدوري المصري، ويعود الدوري المصري ليكون رقم واحد من حيث المتابعه والجماهيريه والمنافسه في المنطقه العربيه. تابعونا دايما في هاتها من الشبكه، هتلاقوا عندنا كل جديد من مفردات وحصريات ونوادر في كره زمان عندنا وبس. استنونا في مفاجآت اكتر واكتر ملهاش نهايه على هاتها من الشبكه. كورة زمان عندنا وبس، حاجتنا حصرية ومش هتلاقيها عند حد تاني. وهاتها من الشبكة، هاتها من الشبكة.